طيب، ما مفهوم، نتكلم عن الفيدرالية الثقافية، ما مفهومها؟ هذا مصطلح اجتهادي حديث يمكن للدول متعددة الثقافات والأعراق. هذا موجود مثلا في جنوب شرق آسيا، في ماليزيا، وين الدولة هذه متعددة الأعراق، مثلا فيه العرق الملاوي الأصيل، فيه العرق الهندي، فيه العرق الصيني. مثلا في سوريا متعددة الأعراق والثقافات، في مصر، في شمال إفريقيا كالجزائر، المغرب وغير ذلك. هنا الدولة يجب أن تعمل بطريقة رشيدة يعني، وبطريقة تكرس فيها لهذه الخلفية وهذا التنوع الثقافي والعرقي وحتى اللساني يعني اللغوي. هنا الدولة عبر دستورها التي تضع فيه الأساسيات، أساسيات وحدة الدولة في ترابها وعملتها وعلمها ولغتها الرسمية، طيب تفتح مجال للأمور الأخرى. ولكن هذه الحرية يجب أن تكون كذلك مسؤولة وتكون مؤسسة، وليس على حساب حرية الآخرين، ولا تكون كذلك فيها الخرافة مثلا تصنع لغة صناعية. اللغة الصناعية لا تشتغل كلغة الإسبرانتو. لغة الإسبرانتو هذه مثلا كانت في سنة 1887، زمنهوف هذا البولندي كان من وراء صناعة لغة اسمها الإسبرانتو، وجعلها لغة تتعامل بها عدة دول في أوروبا. طيب، نجحت هذه اللغة؟ لا تنجح أبدا. كذلك مشروع ما يسمى باللغة الأمازيغية في بعض الدول كدول شمال إفريقيا، فهذه لغة كذلك صناعية، واللغة الصناعية لا تشتغل. إذا التكريس الفيدرالية الثقافية، طيب نحترم الخصوصيات الثقافية أو حتى الدينية، لا إكراه في الدين، فغير ذلك من باب أولى، وكذلك التنوع اللغوي وغير ذلك، ولكن ليس على حساب اللغة الرسمية للدولة. وكل من يريد أن يجتهد في تطوير لسانه، لغته، في التكريس لثقافته، فليعمل بطريقة حرة ولكن مسؤولة.